معلومة على السريع ونذكركم فيها، ميزة كتم المكالمات أو الإشعارات من سناب واصلة صار لها أسبوع، ولكن حاليا نذكركم فيها وشلون تفعلها. إذا عندك أي شخص يعني بالمحادثات تقدر تعلق عليه بالشكل هذا، راح تطلع هذه الإعدادات أو هذه الخيارات. عندك إعدادات الدردشة والإشعارات تشوفونها، ادخل عليها. بعد ما تدخل عليها عندكم تحت إعداد أو إعدادات الإشعارات، ادخل عليها. راح يكون عندكم هنا إمكانية إنك تحط له صامت من الدردشة بحيث إنه ما يجيك تنبيه أو أي إشعار إنه أرسل لك شيء، وكذلك المكالمات يعني تفعلها بالشكل هذا، وتقدر تختار المدة الزمنية أو بشكل دائم. يعني في حال إذا اتصل عليك وأنت خارج السناب ما راح يجيك إشعار إنه قاعد يتصل، إذا دخلت سناب راح يبين لك إنه اتصل حاليا. طيب شلون ألغيها؟ اللي عليك إنك نفس الطريقة تعلق بالشكل هذا، بعدين إعدادات الدردشة والإشعارات، بعدين إعدادات الإشعارات عندك هني سكر هذه. الحالة هذه رديت على الأمر.